طيب نعمل فيديو كمان. طالما الفيديو الأولاني جاب كل الجدل ده وكل التعليقات دي، نشرح تاني نظام الطيبات. ليه ناس كتير صدقته، وليه علميا يعتبر من أكتر الأنظمة الغذائية المضللة. من الآخر، الفيديو اللي فات عن نظام الطيبات جاب كومنتات كتيرة وعجيبة. اللي يقول لي مش فاهم يا دكتور، واللي يقول لي وضح يا دكتور، واللي يعيد السؤال هو النظام ده كويس ولا وحش بجد، وطبعا اللي معترض، وكام شخص موافق، والجدل شغال. فقررت اعمل فيديو جديد اشرح فيه بوضوح اكتر حكاية نظام الطيبات، وانا هنا بتكلم بس عن النظام الغذائي. اما الجدل اللي بيدور على النت عن صاحب النظام والاراء الشخصية فيه، انا بمسح ايدي منها تماما. انا كل تركيزي في النظام الغذائي وتأثيره على جسمك وصحتك. وخليني أبدأ بشوية أسئلة. هو ينفع فعلا تاكل اللي نفسك فيه من غير أي حساب وتخس؟ وينفع كل علوم التغذية اللي اتدرست بقالها عشرات السنين تبقى كلها غلط، ويجي نظام غذائي بسيط جدا يقلب ويغير كل القواعد؟ وليه واشمعنى النظام ده بالذات اتحمسوا عليه جدا المصريين والعالم العربي كله؟ هل فعلا اكتشفنا سر التخسيس، ولا الناس مجرد كانت بتدور كده على أقصر طريقة وأقل مجهود؟ وليه أصلا كل شوية يطلع لنا نظام غذائي جديد يوعدك إنك هتاكل براحتك وتخس من غير تعب ومن غير أي مجهود؟ ولو النظام ده رائع قوي بالشكل ده، ليه معظم اللي جربوه رجعوا يزيدوا في الوزن تاني؟ وليه الأطباء وأخصائيين التغذية والعلماء والعارفين عندهم تحفظات جامدة جدا عليه؟ وهل فعلا ممكن بعض الناس تكون خست عليه؟ ولو ده حتى حصل، هل ده دليل كافي انه نظام عظيم؟ ولو استمريت عليه سنين طويلة، ايه اللي ممكن يحصل لجسمك؟ الفيديو ده هيركز على نظام تغذية الطيبات. هنفهم هو ايه، وليه انتشر بالشكل الضخم ده، وايه المشاكل العلمية والمنطقية اللي ممكن تحصل فيه، والاضرار المحتملة على المدى الطويل، وليه ناس كتير حبته اصلا. يلا بينا. يعني ايه نظام الطيبات؟ نظام الطيبات هو نظام غذائي اشتهر على انه بيقسم التغذية لمجموعتين: اكل طيب واكل غير طيب. الفكرة الاساسية بتاعته كانت انك تركز على انواع معينة من الاكل وتبعد عن انواع تانية بناء عن التصنيف، مش بناء على عدد السعرات او حتى التوازن الغذائي اللي هو معروف في علم التغذية واللي بيستخدم في كل دايت. وطبعا ده جذاب جدا للناس، لان معظم الناس بتتعب من حسابات الاكل، بتتعب من عد السعرات، من قياس الكميات، من الالتزام والحرمان. فجأة كده ظهر نظام بيقولك ما تفكرش كتير، كل من القائمة دي اللي انت عاوزه وابعد عن القائمة دي. طبعا البساطة دي كانت مغرية جدا لناس كتير جدا، لكن المشكلة ان البساطة دي مش معناته صحية. العلم ما بيشتغلش بمنطق ابيض يسود. مفيش اكل ملاك وقصاده اكل شيطان. في كمية، في توازن، وفي احتياجات فردية. الجسم البشري اعقد بكتير من انه يتقسم لقائمة خير وشر، وده اول عيب اساسي في فكرة نظام الطيبات. طب ايه اللي اشتهر نظام الطيبات وليه الناس صدقته؟ اي نظام غذائي لو اشتهر مش ضروري يكون معناته انه هو صحيح. احيانا بيشتهر قوي لانه بيدي احساس بالامل، واحيانا بينتشر لانه بيبيع احلام، واحيانا بينتشر لانه بيسمع الناس اللي عاوزين يسمعوه. والانسان بطبيعته بيحب الحلول السهلة. انت مثلا لو قلت لشخص هتحتاج تغير نمط حياتك سنة كاملة، هيزعل ويتعب. لكن لو قلت له انا عندي سر محدش يعرفه، هيتحمس. وعلى فكرة ده شفناه كتير جدا في أنظمة كتير عبر التاريخ. نظام الطيبات انتشر كمان بشدة جدا عبر السوشيال ميديا. الناس بدأت تحكي قصص نجاح، وبدأت تظهر شهادات فردية. والمشكلة ان الشهادات الفردية دي بتأثر نفسيا أكتر بكتير من الدراسات العلمية. واحد يطلع يقول أنا خسيت 20 كيلو بنظام الطيبات، فجمهور كتير يقتنع. لكن محدش بيرد ويسأل كم شخص فشل، كم شخص رجع زاد وزنه، كم شخص حصل له مشاكل صحية حقيقية. العلم بقى مش بيقيس بقصص فردية، العلم بيقيس بدراسات ونتائج. طب ازاي اتشهر قوي كده في مصر نظام الطيبات وفي العالم العربي كله؟
لأن البيئة الثقافية كانت جاهزة جدا لاستقباله. احنا عايشين في عصر السرعة، الناس عاوزة كل حاجة بسرعة، فلوس بسرعة، شهرة بسرعة، عضلات بسرعة، تخسيس بسرعة. كمان عندنا مشكلة منتشرة جدا، ناس كتير عاوزة نتيجة بدون ما تدفع الثمن. عاوز يخس بس مش عاوز يتحرك، عاوز بطنه تختفي لكن مش راضي يغير عاداته، عاوز جسم رياضي لكن مش عاوز الرياضة نفسها. فلما يجي نظام زي الطيبات يقولك كل الحاجات دي مش مهمة، طبيعي الناس هتحبه. النظام كان بيخاطب رغبة موجودة عند فئة كبيرة من الناس، الرغبة في الحصول على نتائج كويسة وسريعة بدون مجهود حقيقي، وده سبب انتشاره الرئيسي. يعني إعلان شاطر. طب مفيش أي دليل علمي فعلا يدعم نظام الطيبات؟ الإجابة باختصار لا، مفيش أي دراسات علمية كبيرة تثبت أن نظام الطيبات بتحقق نتيجة أفضل عن الأنظمة المدروسة علميا. في طب التغذية عندنا حاجة اسمها الأدلة العلمية، مش الرأي ولا الإحساس ولا التجربة الشخصية، بنشتغل بالدليل العلمي. لو نظام بيقول بيعالج السمنة ويحسن الصحة ويحقق نتائج استثنائية، لازم يقدم أبحاث قوية، والأبحاث دي إيه؟ لازم تتكرر كمان، ولازم علماء مستقلون يجربوه. لكن معظم إعلانات نظام الطيبات كانت مبنية على استنتاجات أو أفكار غير مثبتة، وده بقى الفرق بين العلم والتسويق. طب لما هو ضعيف علميا ازاي الناس خست عليه؟ حلو السؤال ده، تعال جاوبك. لأن الناس دايما بتقول ايه؟ أنا أعرف شخصيا الناس خست عليه. تمام، لكن خسوا ليه؟ هل بسبب نظام الطيبات نفسه؟ ولا بسبب انهم قللوا كمية الأكل؟ في أغلب الحالات اللي بتخس على أي نظام غذائي على فكرة، السبب الحقيقي لانخفاض الوزن انخفاض إجمالي السعرات، سواء كان النظام اسمه طيبات أو كيتو أو صيام متقطع أو كارنيفور أو غيره وغيره. لو السعرات قلت الوزن غالبا هينزل. إذا نجاح بعض الأفراد ما بيثبتش صحة نظام الطيبات، ده يثبت بس إنهم أكلوا أقل من اللي كانوا بياكلوه قبل كده، ودي نقطة مهمة الناس بتغفل عنها. طب ايه أكبر عيوب علمية لنظام الطيبات؟ العيوب كتير. أولا التبسيط المخل، الجسم البشري معقد جدا. ثانيا تجاهل السعرات الحرارية تماما. ثالثا بقى تجاهل الفروق الفردية. ورابع حاجة عدم وجود بيولوجي أساسي للتقسيمات المستخدمة في النظام ده. خامس حاجة بقى هو التشجيع على التفكير السحري، وده على فكرة أخطر شيء، لأن الشخص كده يبدأ يعتقد إن نوع الأكل أهم من كمية الأكل في كل الظروف، وده غير صحيح. الكمية والنوعية مهمة جدا، مش واحدة والتانية لأ. طب هل نظام الطيبات ممكن فعلا يسبب مشاكل صحية على المدى الطويل؟ ممكن جدا كمان، خصوصا لو استبعدت مجموعات غذائية كاملة من أكلك. الجسم محتاج بروتين، دهون صحية، فيتامينات ومعادن، ألياف وكربوهيدرات مناسبة. لما تبدأ تبعد أكل كتير كده بناء على أفكار غير مثبتة علميا، ممكن يظهر لك مشاكل كبيرة جدا زي نقص فيتامينات، نقص معادن، إمساك في الجهاز الهضمي، ضعف للطاقة، اضطرابات تغذية، علاقة غير صحية مع الأكل، خوف مبالغ من أكل معين، وده بنشوفه في العيادات ويبقى صعب جدا إصلاحها. يعني ايه علاقة غير صحية مع الأكل؟ هو نظام الطيبات ممكن يعمل لك علاقة غير صحية مع الأكل؟ للأسف ممكن، لأن بعد استخدام نظام الطيبات ناس كتير بصت للأكل بمنطق أخلاقي، ده أكل طيب وده أكل شرير، وده حرام غذائيا، ده ممنوع، ده نضيف، ده ملوث. ومع الوقت الإنسان يبدأ يخاف من أكل أصلا صحي ويحس بالذنب بعد أي أكلة، وده عكس تماما الهدف الحقيقي من التغذية الصحية. التغذية الصحية المفروض تديك حرية ووعي، مش خوف دائم من أكلات معينة. طب ليه الناس كتير بتدافع عنه قوي كده رغم انه واضح انه ممكن يضر؟ لأن البشر مرتبط عاطفيا بالتجارب بتاعتهم. الشخص اللي خس عن النظام حس ان النظام ده انقذه، فأي تناقض للنظام بيحس انه هجوم شخصي عليه، وده مفهوم نفسيا. لكن لازم نفرق بين أنا استفدت وبين نظام صحي علميا، الاتنين مش نفس الشيء. في الطب بنشوف مرضى بيخسوا أحيانا بأسباب مختلفة تماما عن الأسباب اللي هم متخيلينها، عشان كده العلم أهم من الانطباعات الشخصية. طب ايه الطريقة الصح فعلا لخسارة الوزن؟ الطريقة المملة، الطريقة اللي الناس مش بتحب تسمع عنها، لكن الطريقة اللي فعلا بتنجح وبترجع الصحة. عجز سعرات معتدل، بروتين كافي،
خضار وفاكهة، نشاط بدني منتظم، نوم كويس، استمرار مدة طويلة، مفيش اختصارات سحرية. السمنة مشكلة معقدة والعلاج بيحتاج فهم وصبر واستمرارية. أي حد يوعدك بنتائج ضخمة بدون مجهود تقريبا لازم تتعامل مع كلامه بحذر شديد، لأن الجسم البشري ما بيخدعش للتسويق التجاري، بيخدع لقوانين بيولوجية. الخلاصة يا جماعة، الهدف من الفيديو ده زي ما قلت في الأول مش هجوم شخصي، الهدف مناقشة وأفكار علمية. أي نظام غذائي لازم يتحاكم بالعلم، مش للشهرة ولا المشاهدة، ومش عشان هو ترند يبقى صح، ومش لعدة الناس اللي صدقته. على مدار التاريخ ظهرت عشرات الترندات زيه، معظمها اختفت، واللي استمر اللي اتعمل عليه العلم اللي أثبت نتائجه. لو انت بتحاول تخس، افتكر ان النجاح الحقيقي مش انك تنزل وزنك بسرعة ولا بأسهل طريقة. النجاح الحقيقي انك تحافظ على صحتك، انك تبني عادات بتستمر معاك سنين، انك تتعلم تاكل بشكل متوازن، انك تتحرك اكتر، تنام افضل، وتفهم جسمك بدل ما تقعد تدور كل شوية على معجزة جديدة. مفيش نظام غذائي سحري، لكن في علم وانضباط وفي استمرارية وصبر. صحيح الحاجات دي مش مثيرة قوي زي الترندات، لكن هي الحاجات الوحيدة اللي أثبتت نجاحها على السنين. اكتب لي بقى في الكومنتات لو انت كنت من الناس اللي جربت نظام الطيبات وايه تجربتك بيه. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده أسرار نظام الطيبات، ليه ناس كتير صدقته وليه علميا يعتبر من أكتر الأنظمة الغذائية المضللة. من الآخر،